يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستئناف مشواره في بطولة الدوري المصري، وذلك بعد تأهل الفريق لنهائي كأس مصر بعد الفوز على فريق إنبي ب3 أهداف دون مقابل في انتظار الفائز من مباراة نادي الزمالك وبيراميدز في المباراة النهائية. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري العام المصري يوم الأحد القادم 8 أكتوبر في 7 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على استاد برج العرب، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. وجمع النادي الأهلي 3 نقاط بعد خوضه مباراة واحدة في بطولة الدوري المصري ليتواجد في المركز السادس في ترتيب جدول المسابقة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز السابع ب3 نقاط بعد خوضه مباراتين. وسيخوض النادي الأهلي 3 مباريات خلال شهر أكتوبر في بطولات مختلفة بعد خوضه مباراة الإسماعيلي، حيث سيواجه النادي الأهلي فريق سيمبا التنزاني في مباراة الذهاب بدور السوبر الأفريقي في نسخته الأولى يوم الجمعة 20 أكتوبر في تنزانيا. ثم يستضيف النادي الأهلي فريق سيمبا التنزاني في مباراة الإياب يوم الثلاثاء 24 أكتوبر في القاهرة. ويختتم النادي الأهلي مباريات شهر أكتوبر بمواجهة فريق بلدية المحلة في الدوري المصري يوم الأحد 29 أكتوبر. ويسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لتحقيق النتائج الإيجابية في جميع المسابقات التي يشارك فيها الفريق، حيث سيكون موسما مليئا بالمباريات المهمة والقوية في مختلف البطولات بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره.